الواد ده لو في حاجه بينك وبينه عرفيني. لو في حاجه بينك وبينه عرفيني، وانا جوزك يعني، ما انا هسطر عليك وانا اقول لحد يعني. هيكون في حساب تقيل قوي وانت اللي هتحاسب عليه. طب انا معيش فكه دلوقتي، حاسب ازاي؟ انت فاجئتني. عمر الغلط ما يعترف باي غلط. هو مين الغلط وايه الغلط وايه اللي حصل؟ اخيرا يعني بعد غياب سنتين عن الافلام القصيره، اخيرا رجعنا نعمل رياكت على الافلام القصيره. استفزوني ما قدرتش امسك نفسي، ففيديو النهارده يا جماعه كله رياكت على فيلم قصير. انا الحقيقه متحمس قوي لان دي اكتر حاجات انا بحب اعمل عليها رياكت اصلا. يلا نبدا الفيديو، اتمنى تكونوا بخير واتمنى تعملوا لايك للفيديو ده لو انتوا حابين اعمل رياكت تاني على افلام قصيره، لان الفيديو ده لو ما جابش مشاهدات ولايكس كتير انا هفهم ان انتوا ما عندكوش ميول ان انا اعمل رياكت على افلام قصيره. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. لقيت انا الفيديو ده بعنوان مش فاكر عنوان الصراحه. المهم بقول لك ايه، احنا بكره عايزين انا مين؟ انت محسن. ايه السرعه دي؟ طب خد وقت تفكر. انت عرفت من انه محسن صح؟ فكر تاني. مش يا عم محسن. يا عم انت اللي جابك دلوقتي طيب؟ مش محسن. طبعا زي ما خدنا بالنا كده ادى لمراته رقم تليفون ويزمت فلوس، يعني الفيديو داخل في الجد على طول. فكر بس كويس. طب اما مين طيب يا عم؟ ايه ده؟ لا مؤاخذة، انا كنت افكرك محمود صاحبي. لا احنا هنهزر بقى، ما هو محمود معروف من ظهري. انت مين يا عم انت؟ ايه يا انت عم؟ عبيط؟ ما انت كمان عبيط، ما انت فكرته محسن. يا عم بقول لك افكرك محمود صاحبي في ايه؟ طب يلا امشي يلا. وحد الله يا عم، مش لا لا يلا لا الله. يلا نمشي يلا نمشي. دي طبعا بعد ما خدت الرقم والفلوس يلا نمشي بقى. انا خلاص انا عاوز ايه تاني؟ تعالى هنا ست هاني. ايه ده؟ خد يا ابني هنا. مين يا ابني الحرامي ده؟ في ايه؟ انا عايز اعرف مين ده. من ده ايه؟ انا ما اعرفوش. كان بيبص لك. لا انت بتكذب عشان اصلا هو كان حاطط ايده عليك لما انت فكرت محسن. والله ما اعرفه. انا مش عايز كده يا نوره. مين الواد ده؟ طب انا هكدب ليه يعني؟ هكدب ليه يعني؟ هو انا شكلي كدابه؟ عارفه لو طلعت تخونيني انا مش هشرب من دمك بس. امال هتعمل ايه؟ هتعمل منه عصير؟ انا اقطعك حتت وارميك اللي تلبس سكك. شغل بقى الافلام العربي ده، اقطعك حتت ويرميكي لكلاب السكك، وانت اصلا ما تعرفش كلاب السكك بتمشي في انهي سكه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ نوره فكري. انا بحبك ومستحيل اخونك. طب مالك بتجري وشك كده وانت بتكلمني ليه؟ عادي. والله يا نور انا كنت متضايق ان هو شاكك فيكي، بس انت وشك ده اساسا لازم يتشك فيه. نوره الواد ده لو في حاجه بينك وبينه عرفيني. لو في حاجه بينك وبينه عرفيني، وانا جوزك يعني، ما انا هسطر عليك وانا اقول لحد يعني. لا ما فيش اي حاجه. خلاص مش يا نوره، بكره الحقيقه تثبت وهعرف، بس وقت ما اعرف هيكون في حساب تقيل قوي وانت اللي هتحاسب عليه. طب انا معيش فكه دلوقتي، حاسب ازاي؟ انت فاجئتني. يا ربي دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. ربنا يسترها. انت بس اقعدي عدي الفلوس كده واستهدي بالله وهتشوف الكلام على ايه. 12 6 9 8 2 5. نور انت سهله قوي بجد، يعني سهله قوي. الو، هو انا مش قلت لك ما تكلمنيش تاني؟ هو انت عايز مني ايه؟ شفت بقى؟ نور طلعت عارفاه اصلا. مش عشان كنت مخطوبه لك يعني الاول تكلمني؟ حرام عليك سيبني في حالي بقى. انا دلوقتي ستي متجوزه، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. انا دلوقتي ست متجوزه، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. قول لي بقى انت كنت مديني كام باكو؟ انا بقول لك ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، لازم تبعد عن طريقي لو سمحت، اصل ما تشوف مني وشي تاني. خلصانه؟ ماشي، اللي بايدك اعمله. سلام. خلصانه؟ ماشي قشطه، طولنا عليك بقى، يلا سلام. انا هاخد الفلوس ومش هاخد منها ولا جنيه، وهخليه يبعد عني، انا عارفه انا هعمل ايه. يا ابني سيب البنت في حالها يا ابني، انت مالك ومالها؟ في شبه كبير قوي بين الحاجه ونوره، واعتقد في الحقيقه دي تبقى ام نوره، يعني ده تخمين مني الله اعلم. انا مصلحتي في اللي انا بعمله وانا حر. ربنا يهديك. هقول لك ايه، انت طول عمرك صوتك من دماغك. صوتك من دماغك مثل كلنا فاهمينه وعارفينه، الا ان انا نفسي اعرف مين اللي اخترعه. مش راكب مع بعض، مفيش حد بيتكلم من دماغه. استاذ خالد، نعم يا سماحة ربنا كده في الموضوع انا عايز اقول لك عليه. الولد حرام. انا قلت بصوا يعني جاكيت الطبالين ده اكيد له دور تاني في البيت. طب بعد ما عشان مش فاضي. طب هقول لك بس. اتفضل يا سماحة. بس اتمنى ان انت ما تاخدش الكلمه مني. انا ورايا ميعاد ومتاخر. اتفضل قول. وراك ايه؟ انا مش فاهم. انت واحد بتتخان دلوقتي لازم تركز في الدنيا كويس. طب خلي بالك من بيتك. من بيتك؟ انت بنت رايح تقول لي خلي بالك من بيتك. ايه اللي انت مين؟ بقول لك خلي بالك من بيتك، يعني اطمن على عيوبنا، شوف البوتاجاز لو في عين مفتوحه ممكن تموتوا كلكم. كنت اخويا كنت ابويا. استاذ خالد اسمع مني. يا استاذ احمد بعدين خليك في حالك. يا جماعه بعد اذنكم، هو ايه الاستاذ خالد واستاذ احمد؟ انتوا مدرسين كيمياء؟ ما لو كده شوفوا مجالكم بقى وبعيدوا عن الحوار ده. بتفهمني ايه؟ عايز معانا في البيت يعني؟ تقول لي خلي بالك؟ لا ده مش اسلوب، ده انت واحد متقيطس وكمان مش عاجبك.
لا حسيت يعني يغرك اي حاجه، انا عارف انت دماغك دي شمال. هو اللي دماغه شمال؟ ما تروح تسال نويا. اديني جيت لك اهو، انت عايز مني ايه؟ عايز كل خير. ايه ده؟ انت ظبطت معاه الخيابه دي امتى؟ عايزك تسيبك منه وتخليك لو سمحت سيبني في حالي بقى، انت عايز مني ايه؟ لو سمحت سيبني في حالي. ما انت اللي جايه له، ما هو انت جايه له ليه؟ عايز وهتفضلي في دماغي. وانا مش عايزاك ولا طايقه اشوفك. طب هات الباكو بتاعك. ولو ما كنتش طايقه تشوفيني بقى كنت خدت الرقم من ايدي ليه والفلوس وكلمتيني. ما عشان جوزي كان موجود. عشان انت عايزاه. ما عشان انا شقط بقى ومحمود بقى، ولا لازم اقول لك ان انا شقط؟ برضه هاخدك منه وهعمل اللي في دماغي. هو ايه بالعافيه؟ لا مش بالعافيه. هو ايه بالعافيه؟ شيل ايدك من على كتفي. هتندمي يا نور على اللي انت بتعمليه. لا مش هندم، انا عارفه انا بعمل ايه كويس. ابعد عن طريقي بقى، مش عايزاك. استاذ خالد جه او استاذ محمد، انا مش فاكر مين خالد ومين محمد، المهم ان هو جه. هي اللعبه بقت كده. ايه ده؟ ده الرياكشن اللي انت خدته لما شفت مراتك مع واحد؟ دي مراتي؟ وانت انا مش كنت بتلعب معايا استغمايه من شويه مغاب عيني؟ انتوا بتخونوني يعني. وانت عامل لي فيها صاحب واخويا. يا ابني صاحبك واخوك ايه يا ابني؟ انت ما بتعرفوش اصلا. مش انت لسه من شويه هو قال لك انا فكرتك محمود وانت فكرت محسن وفي سوء تفاهم، صدقني انتوا ما تعرفوش بعض. بس اقول لك الكلام مش معاك انت، عشان انت مالكش ذنب. انت كده فهمان يا استاذ محمد او استاذ خالد، انا ما اعرفش انت مين، بس انت كده فهمان. اللي عنده معزه يلمها. قلت يا طاهر يا شريف. يا معزه. انت صاحبك كان بيعاكسني عادي في الشارع وكنت برد عليه. طيب ماشي. يلا يا استاذ محمد او يا استاذ خالد، يلا فهمني، يلا انت تعرفوش اصلا. خلي بالك انا واقف بقالي ساعه وسامع كل حاجه. خلي بالك انا راجل قوي، انا واقف بقالي ساعه وسامع كل حاجه وماسك نفسي ومش عايز اخش عشان ما اقطعش عليكم خلوتكم والمشهد يبوظ. بس احب اقول لك على حاجه، الغلط مش عليه هو. يا ابني ما هو الغلط مش عليه ولا عليها ولا علينا ولا الغلط عليا انا، الغلط عليا ان انا جبت الفيديو ده اساسا. الغلط على الواحده اللي فتحت البيت ودخلت الراجل. يا استاذ محمد افهمني، انا قابلته بره ما دخلتوش. اللي بينك وبين الواد ده كلمه اخيره ومش هقولها لك تاني. بقالك ساعه بتسالها ايه اللي بينها وبين الواد ده انا فهمت. انا يعني انا من بره وفهمت كل حاجه. انت بقالك ساعه بتسمع وما فهمتش. اللي بينك وبين الواد ده مفيش بيني وبينه اي حاجه. لا في. مفيش بيني وبينه اي حاجه. خلي بالك انا مش عايز ازعلك. يعني انت بتزعلهاش وهي بتخونك، هتزعلها امتى؟ لما تحيا صينيه مكرونه بشاميل. احب اقول لك بقى اللي عندي، انا قول. ما سهلاش مع واحده خاينه زيك. انا مش خاينه، وانا عملت فيك ايه؟ انا عملتش فيك ايه؟ ده هم كام باكو خدتهم مني. خاينه. ده انا بقول له ابعد عن طريقي، مش عايز اشوفك تاني. وعمر الغلط ما يعترف باي غلط. هو مين الغلط وايه الغلط وايه اللي حصل؟ عمر الغلط ما يعترف باي غلط. عمر الغلط ما هيعترف باي غلط؟ ما هو الغلط ما بيتكلمش. وانت طالق، لو عايزين نعمل قعده لا. وانت طالب يلا بقى، ولا فيديو ولا بتاع بقى وتخ. هو انت شايف ان اللي انت بتعمله ده صح يعني؟ ايوه شايف اللي انا بعمله صح. خلاص. ايوه شايف اللي انا بعمله ده صح. هو انتوا ليه بتتكلموا كده؟ ممكن تعدل دماغك. انتوا عندكم مشكله في قلبكم يا جماعه. تعالي بس يا بنتي، انا فاهمك كل حاجه، وجوزك ده انا هعرف اتفاهم معاه. تعالي بس تعالي. مين؟ انا انت مين؟ انا ام عبده. ايه اللي جابك هنا تاني؟ ومين الست دي؟ دي ام عبده اللي لسه قايله حالا ان هي ام عبده. ايه ده بس يا ابني، انا فاهمك كل حاجه. دي الست دي تبقى حاصله على الاولمبياد في لعبه التنس. اسكتي انت. اقول لها انت. اقول لها واللي انت قلت لها. اقول لها اقول لها اللي انت خاينه، بس انا مش هقول عشان انا مش هفضح نفسي. هو انت ليه صعب؟ انت جايبه لي واحده تتبلى عليا يعني ولا ايه؟ يا ابني وانت بتفهم منين يا ابني؟ يعني قعدت ساعه تسمعهم ما فهمتش، تفتكر هتلقطها وهي طايره كده؟ مستحيل، قدرات مخك مش هتجيب. تكون فاكره باللي انت بتعملها انا هعرف اطلع حقك مني. لا لا ولا ده انا استاذ محمد يالا. ده انا تيجي بالجزمه فوق دماغك. طب اكبرني طيب، ده انا زي والدتك. اكبرني. طب اتفضلي يا حاج. اسمي ام عبده. يا ابني اللي انت مشيت مراتك عشان خاطره، انت لو عرفته ومشيت معاه هتعرف انه عبيط. وامشي معاه ليه يا ام عبده؟ هو انا شاذ؟ بتمشي مراتك ليه؟ عشان خاينه، وانا مستحيل اعيش مع اي حد خاين. انت مشكلتك ان انت مراتك خاينه ولا انت بتحبش تعيش مع اي حد خاين؟ اصل يعني في ناس كتير قوي خاينه واحنا عايشين وسطهم. انا عايزك تهدى وتسمع من ام عبده. مستحيل اعيش مع اي حد خاين. على فكره يا ابني هو ايه اللي حصل؟ لا بجد هي فجأة كده ايه ده؟ انتوا بتصوروا في ايه؟ انت خدت رياكشن بعد الكلمه بتلت ساعه. مراتك مظبوط. دي مستحيل اعيش معاها بعد اللي شفت منها. وقت خلص يا حاج. لا يا استاذ خالد انت غلطان. انت برضو انت برضه ليك عين تيجي تطلع معانا المشهد بنفس القميص؟
اتفضل. مراتك دي ست الكل وست الناس كلها. ايه ده؟ بجد والله انت فاجئتني بجد. امال خدت الفلوس وهي رقم ليه يا جدعان؟ وهي رفضت. الولد ده اللي بيطاردها في كل حته، ولما جيت افهمك واقول لك انت ما سمعتش كلامي. ايوه حصل. قعدت تقول له يا استاذ خالد انا مش فاضي، هو ده خالد ولا ده محمد عشان نفهم. عيب يا استاذ خالد، ده انت راجل فاهم ومتعلم. بس يا استاذ انا ما كنتش فاهم كده والله. انت اقتنعت؟ بامانه يخرب بيت السهوله. معلش، هي خافت منك وخافت على شعورك، خافت لتجرحك، خافت عليك تتخانق معاها. ما خلاص يا ما عرفنا ان هي خافت عليه وخافت على بيتها وخافت على مستقبلها وخافت على يومنا وخافت على البوتاجاز. انا فهمت خلاص. خلاص هتعمل مشكله. بس مش استاذ احمد، وانا عايزك تسامحني ومش هتزعلني لو انا اتكلمتك. وروح انت بقى يا استاذ احمد دلوقتي، روح شوف لو وراك مجموعه ولا دايس ولا كده. وانت عايزك تحكي لي على كل حاجه. وانت عايزك صريحه، لو هتخونيني قولي لي انا ما عنديش مشكله، بس تبقي صريحه. فعلا انا كنت غلطانه وحقك عليا، والفلوس اللي انا اخدتها منه دي هديها له تاني، مش عايزه منه ولا جنيه. ايوه صح، كانت هتديها له تاني. هي قالت كده في المشهد. بص قالت ايه؟ انا هاخد الفلوس ومش هاخد منها ولا جنيه، شفت هي ما بتكدبش. بس انا خدتها خوفا على بيتي. بس انا خدتها خوفا على بيتي، وانت برضه مش مزود المصروف ومخليني محتاجه وخاينه ومش هقدر اعمل لك ايه؟ اتفضل. انت يا ابني انا بكلمك بصلي. هو انت حاجه في ايه؟ انت مش شايفاه مركز مع الحمام وبيتامل في جمال في جمال الطبيعه؟ وبتقول لي ايه اللي خليك تجيب الفلوس منها؟ يا شيخ اتقي الله، اعتبرها اختك، اعتبرها مراتك. ايوه ورتبها انا عليها. عايز اعتبرها مراتي. كابتن الطيار ده يتناحى بجد، يعني بقى مفيش فايده خالص. نصيحة لله يا ابني، انا اخر حاجة عايزة اقولها لك، انا امك. ايوه ادوني في النصيحه بقى، دي نهايه الفيديو، فطبعا الفيديو لازم يكون له هدف ونصيحه، فهنسمع النصيحه. واعرف عنك انت عندك 4 اخوات بنات. يا اما ما تعرفنيش على اخواتي، انا عارف ان انا ليا اخوات 4 بنات. نصيحه فين؟ امشي بمرض الله يا ابني عشان ما حدش يعمل كده في اخواتك البنات. اهو بص اهي دي الحبكه الدراميه، دي حبكه حبوكه. دي بقى بتقول لك ايه بقى الحبكه الحبوكه؟ ان انت لازم تخاف على بنات الناس عشان انت عندك 4 بنات اخوات. لا مش شرط انت يبقى عندك 4، يعني خاف على بنات الناس وخلاص. ارتحتي؟ ارتحت يا ابن بطني، ارتحت يا اخر صبري في الدنيا، ده انت عيل وحيد على 4 بنات. عارف خلاص، عرفت ان انا عندي 4 بنات خلاص. شيل فلوس من على الارض هتزول من وشك والله. شيل الفلوس يا موكوس يا ابن الموكوسه. اعلف انت مش فالح الا بكده في العصفورتين اللي انت جايبهم لي طول النهار، لا شغله ولا مشغله. يعني انت عامل القلق ده كله في الاخر دلوقتي بتاع عصافير؟ يا وسخ. بعد ما هو مصدع لوحده يعني. يا حظ الزفت يعني، يا حظ الزفت والهباب يعني، فهمتني؟ انت وليه موطيه، انت وليه موطيه اساسا، وخلاص انا اعصابي تلفت. الحمد لله الفيديو بتاعنا خلص يا جماعه، نتقابل على فيديو جديد بقى الف خير. طبعا انت فاكرني هنسى اقول لك تعمل لايك؟ لا يا اخويا، لو الناس ينزل اعمل لايك. انت عندك 4 بنات فلازم تخاف على لايكات الناس زي ما الناس بتخاف على لايك. اعمل لايك. ده اسم الانستجرام بتاعي، هستناكم كلكم عندي على الانستجرام، وغير ان انا سايب لك تحت في الكومنتات لينك صفحه الفيسبوك الجديده بينزل عليها كل فيديوهات الفيسبوك، فتابعوني في كل حته على السوشيال ميديا. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام عليكم.